فين ايام زمان. يا مي حبيبتي عامله ايه؟ لا والله انا بطفح لقمه هقوم اترزع اتفرج على اي حاجه في التلفزيون وبعدين اتخمد. لا بقول لك ايه، اقفلي التليفون ده وانا عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم. سلام دلوقتي انت مي. مين دي؟ دي انا. ما شاء الله عليك نبيهه. امال دي مين؟ دي انا برضو. في مالك يا فادي النهارده؟ ممكن تفهميني التحول ده حصل ازاي؟ لا بقيتي بتهتم بنفسك ولا بقيتي بتهتم بالبيت، ايه الكراكيب دي كلها؟ وممكن افهم ايه ده؟ ايه ده؟ يا فادي ايه ده الزعبوط لابسه السويت شيرت تحت الاسدال، الدنيا برد في ايه؟ هو انت عايزاني اتجوز عليك يعني؟ طيب ولا انا اعمل ايه دلوقتي؟ وتتجوز عليا ليه؟ ده انا كلي انوثه. انت زمان كنت انوثه، دلوقتي بقيتي جاموسه. تقصدي بالكلام ده هو؟ زمان كنت بتظبطي لي نفسك كده وتصبغي شعرك كل يوم شكل ولون فين الكلام ده دلوقتي؟ انا من كتر الصبغه والبروتين اللي كنت بعملهم لك في شعري عشان تحس بتجديد وتغيير، ما تبصش بره شعري اتحرق، شعري باظ خلاص. انسى. بقول لك ايه، انا هديكي مهله اسبوع ارجع الاقي الاء بتاعت زمان والا هتجوز عليكي. ايه ده؟ في ايه؟ ولا حصل فجاه؟ في ما احنا كنا قاعدين وعامله محشي والدنيا زي الفل. الو ابتسام، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ بقول لك ايه، انت عارفه ان انا ماليش في الاونلاين شوبينج والحاجات ده. هي عايزاكي تدوري لي على اقوى حاجه لعلاج الشعر. ليه؟ يا موضوع كده جوزي هيتجوز عليا وحاجات كده، يعني ما تشغليش بال. يلا في رعايه الله حبيبتي. انا مبسوط جدا من التغيير الجذري اللي حصل ده قبل ما الاسبوع ما يخلص، بس انا في حاجه مهمه محتاج اعرفها. يعني روقت الشقه عادي، حطيتي ميك اب وغيرتي هدومك عادي، بس انت ازاي قدرتي تحولي شعرك بالطريقه دي؟ وربنا ده شعري مبروكه. يخرب بيدي طريقه، يا ريتي كنت غيرتيها هي كمان. المهم بس قولي لي عالجتي شعرك ده ازاي؟ بالراحه، ايه كل ده؟ دي يا فادي منتجات اردنيه. انت استوردتي منتجات من بره؟ بقول لك ايه، قولي لي اسعارهم عامله ازاي علشان فرحتي ما تتكسرش. لا انا ما استوردتش ولا حاجه، دول نزلوا مصر باسعار متداوله خالص. يعني مثلا شايف الكيس ده عارف بكام؟ ب 15 جنيه. لكن ده بقى عارف ده بقى بكام؟ ب 15 جنيه. لكن ده بقى بكام؟ ب 15 جنيه. ما انا قلت. ما تقولي يا بنتي ان الاكياس كلها ب 15 جنيه. المنتجات دي كلها معموله من زيوت طبيعيه، ما فيهاش اي كيماويات تبوظ الشعر. غير كده النتيجه بتاعتهم فوريه. نتائج فوزيه؟ فوريه يعني النتيجه بتشوفها حين اول ما تستخدم الحاجه. يعني عندك مثلا ده شامبو لما بتستخدمه طبعا ما فيهوش سلفيت ومن زيوت طبيعيه، مش بينشف لك شعرك. بعدها على طول تقوم مستخدم البلسم بتاعه تلاقي بقى شعرك عامل كده. بالراحه يا بنتي. ويا سلام بقى لو في وسط الشاور قمت عملت حمام الكريم ده اللي بالروزماري ده. بص حتى مكتوب عليه ايه؟ يستهدف الشعر التالف المجهد ويعيد بنائه. ويا ترى حمام الكريم ده برضه نتائجه فوريه وبرضه بالزيوت الطبيعيه. بص بقى دول بقى. انت بتخوفيني ليه؟ ده بقى بديل الزيت بالكرياتين. قولي كده. يحافظ على لمعان ونعومة الشعر، يستهدف حل مشاكل الشعر السبعة. ايه هي مشاكل السبعة دي؟ احنا مالنا بالمشاكل السبعة، ما تدخلنيش في تفاصيل. المهم ان الكيس كبير ومقلبص وبيكفي كذا مرة. ده كريم بيتحط بقى بعد الشاور كده او في اي وقت تحط منه. ومن حلاوته قمت بص عملت ايه؟ قمت جايبه منه الكبير. وده برضه نتائجه فوريه. بالراحه انت اتعصبتي كده ليه؟ ده بقى ماسك الترميم للشعر الجاف والهايش. ده بيتحط على الشعر شويه وبعدين بيتغسل. رهيب يا فادي، رهيب. هو كانوا مكتوبين برضو ابهريهم بشعرك، وانت الصراحه ابهرتيني. ومكتوب برضو ان هي نتائج فوريه. فوريه. ده بقى مفاجأة. كريم تنعيم الشعر بديل البروتين. بروتين تاني؟ مش ده اللي بوظ لك شعرك يا بنتي؟ لا بعد اذنك ما اسمحلكش، انا ما قلتش بروتين، انا قلت بديل البروتين. طب يعني ايه برضو؟ ده بزيوت طبيعيه. مستحيل حاجه فيها زيوت طبيعيه بس تاذي لك شعرك. ده انت بتحطه على شعرك كده وتسيبه على شعرك يجي 5 ساعات كده وبعدين تغسله. ومع استمراريه الاستخدام الشعرايه بتتعالج وبتمسك نفسها كده، فبتقف كده تصلب طولها من غير ما حد يكويها ويفردها اجباري. اتمنى تكون سعيد بالتغيير اللي حصل. انا مبسوط جدا الصراحه من التغيير الجذري اللي حصل ده، بس اهم حاجه انا عايز اعرف هي المنتجات دي بقى انت جبتيها منين؟ جبتهم اونلاين. اذا كان كده بقى ابعتيلي اللينك بتاعهم علشان هطلبهم لمراتي الجديده. ايه